بسم الله الرحمن الرحيم واهلا بكم في حلقه جديده من حلقاتنا. النهارده هنعمل مسقعه بطريقه يعني عن تجربه. بامانه في ناس كتير جدا ما كانوش بيحبوا المسقعه، بس المسقعه دي اكلوها ومش عايزه اقول لكم ادمنوها بشكل عامل ازاي. عندنا هنا حبايتين بتنجان يعني بغسلهم كويس وبنشفهم، وبعد كده بقشرهم بالشكل اللي انتوا شايفينه، يعني داير ما يدور، يعني بقشرها زي ما بنقول ايه 4/4، يعني جزء وجزء متقشر، جزء متقشر وجزء لأ. اولا لان القطعة السوداء دي قشرة البتنجان بتبقى تقيلة جدا على المعدة، بس في نفس الوقت بيبقى فيها فايدة. يعني فايدة البتنجان موجودة كبير جدا في القشرة، فعشان كده بنستغنى عن جزء وبنسيب جزء. بعد كده بقطعها مكعبات زي ما انتوا شايفيني كده بقطعها، انا بحبها المكعبات الصغيرة دي. بتبقى حلوة جدا في المسقعة، يعني جربوها ان شاء الله هتعجبكم. بعد كده باحطها في الصينية وبافردهم في الصينية، وهاجيب شوية ملح بسيطين جدًا في إيدي وبارشهم عليها. يعني عايزة أقول لِك لو جربتيها ولو مرة واحدة فقط إن أنتِ تحمّري البتنجان بالطريقة دي، كوني واثقة ومتأكدة إن أنتِ مش هتحمّري البتنجان بعد كده غير بالطريقة دي. باسيبها حوالي 10 دقايق، بعد 10 دقايق باجيب الزيت في المقلاية باحطه على النار، وعلى أما الزيت يسخن باجيب مناديل مطبخ وبابدأ إن أنا أنشف البتنجان، لأن البتنجان لما باحط عليه الملح بيبدأ ينزل مية خفيفة. بُصّي، في الحالة دي أنتِ بتستهلكي كمية مناديل ممكن كتيرة شوية، ولكن النتيجة بتبقى مرضية جدًا. أولًا لإن البتنجان ما بيشربش أي زيت وده المهم، لإن في ناس كتيرة جدًا بتعاني من البتنجان اللي بيتشرب زيت كتير جدًا. عايزة أقول لكم حركة الملح والمناديل دي بتخلّي الزيت، بُصّي أنا هاحمّر الكمية كلها والزيت اللي موجود عندي في المقلاية هيفضل سليم زي ما هو، هتشوفوا في النهاية الزيت ما بيقلش نهائي، والبتنجان بيطلع على المناديل بصي مش متشرب زيت نهائي خالص. فيعني صدقيني انتي يعني هتحافظي على صحتك وصحة عيالك. من الناس اللي بتعاني من موضوع الزيت اللي البتنجان بيتشربه. وبجيب هنا معايا زي ما انتوا شايفين كده حبايتين فلفل كبار بقطعهم برضو قطع صغيرة وبحمرهم. بعد ما بحمر الكمية كلها بطلعها على مناديل زي ما انتوا شايفين، وهتشوفوا معايا في المقلاية ان المقلاية الزيت فيها سليم زي ما هو، حافظتي على الزيت ما تهدرش معاكي، يعني ما راحش جوه البتنجان كده دخل معدتنا ولا حاجة. وفي نفس الوقت باخد الزيت ده يعني باركنه على جنب وبجمع زيت وبقى بعمل بيه صابون. ان شاء الله هبقى اجمع شوية زيت كده حلوين واعرفكم ازاي بنعمل الصابون في البيت من الزيت اللي بيتبقى معانا. بعد ما حمرت الكمية كلها كده زي ما انتوا شايفين والفلفل، بصي الزيت زي ما هو في المقلاية ما خسش خالص. باشيله من المقلاية، شايفين المقلاية فاضية معايا ما فيهاش أي زيت نهائي. باجيب حتة تومة وباحطها، يعني ماشي هو التومة ما تقلقيش خالص، هي المقلاية فيها يعني زيت خفيف خالص. التومة هتلزق معاكي في المقلاية، بس بمجرد ما هننزل بالطماطم دلوقتي التومة هتفك من المقلاية ولا كأنها لزقت خالص. باجيب حبايتين طماطم وبقطعهم صغير خالص زي السلطة، بحطهم على التومة وبشوحهم بديهم تشويحة خفيفة كده. وبعد كده بجيب حتة صلصة من اللي أنا عاملاها ومفرزاها وبنزل أحطها عليها، بستنى لما تفك. وبعد كده أحط بقى التوابل بتاعتنا اللي هي عبارة عن إيه، ملح وبهارات اللي هي بهارات الخضار اللي احنا عاملينها قبل كده، اللي هي عبارة عن كزبرة وكمون وشطة. بعد ما بتاخد تقليبة كده على النار بقوم انزل بصي بذرة من السكر بسيطة خالص، وبعد ذرة السكر بنزل بمعلقة صغيرة من الخل. الوصفة دي ما بتحتاجش يا جماعة خل كتير، معلقة صغيرة خالص من الخل. وبعد الخل بجيب شوية مية صغيرين، يعني ربع كوباية مية كده، وبحطهم على الصلصة لغاية ما تغلي. أول ما تبدأ تغلي معايا بجيب كمية البتنجان والفلفل اللي أنا محمراه وبحطهم في المقلاية.
هنا أنا نقلتها على شعلة عالية علشان أنا يا دوب عايزاها، يعني أنا مش عايزة البتنجان يتهري معايا جوه الصلصة، يا دوب بس غلوة كده على شعلة كبيرة. وبعد كده باحطه في صينية زي ما انتم شايفين، وبادخله الفرن. بصي لما بيدخل الفرن بيفرق معاكي جامد جدا في طعم المسقعة. يا دوب على الشواية بس من فوق ياخد كده لون من فوق، ده مش حرق ولا حاجة، ده القشر بتاع البتنجان الاسود اللي انتوا شايفينه، ده القشر بتاع البتنجان. بصوا انا كنت عايزة ادوقها، بس يعني اكيد انتوا شايفين الدخانة طالعة منها ازاي، سخنة جدا. بس بصراحة يعني دخلتها الفرن دي هتفرق معاكم كتير جدا. في النهاية لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب وتدعموني.